يا صباح الخيرات والهنا والنعيم، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا يجعل أيامكم كلها خير وسعادة وفرحة يا رب، ويجعل اللي جاي أحسن من اللي راح، ويعيننا ويعينكم يا رب على الدنيا وعلى غلاها. زي ما انتم شايفين كده نزلت جبت شوية حاجات ناقصة البيت. بس قبل ما ندخل على الفيديو ما تنسوش اختكم لايك للفيديو علشان الفيديو يترفع وغيركم يشوفوا، ودوت الدعم منكم ليا، وأي حد بيطلب منكم تحطوا لايك أو تسيبوا تعليق حلو منكم ليهم علشان ترفعوا المعنويات ويحس بنوع من التقدير. بس والله بس خلاص سيبوا لي تعليق حلو منكم، وانا عايزه اشكركم كلكم على تواصلكم وتعليقاتكم الحلوه اللي بترفع من معنوياتي. جزاكم الله كل خير، وانا بحبكم في الله. ويلا نشوف بقى انا جبت ايه، ونشوف الاسعار وصلت لحد فين. باين يعني انا كنت فين. احنا خدنا بقى الجرشينات ونزلت جبت النواقص بس من البيت، مش كل النواقص صراحة، انا جبت النواقص من الخضار بس. وكم نوع جبنة كده كان ناقص في التلاجة وبس. يعني لسه بقى نازله كمان كده للعطاره. كل حاجه بعمل لها وقت عشان ما اقدرش اشيل كتير على دراعي. فبدايه كده جبت ايه، خليني اقول لكم عشان ايه الحاجه على بعضها حواليا. جبت 2 كيلو طماطم. انا عندي زي ما انتم وريتكم كذا مره، انا صلصت كميه طماطم كتير. يعني انا كنت جايبه قفصين طماطم وصلصتهم على كم مره، يعني على 3 مرات، وشلتهم في الفريزر. عندي منهم تسبيكه للمحشي، وعندي منهم طماطم مركزه، صلصه طماطم مركزه. فانا مش محتاجه طماطم خالص للطبيخ، انا محتاجه للتلاجة. دي بنحطها في التلاجة للسلطه، على حته جبنه، حد ياكل كده طماطم جنب طعميه ولا حاجه فتبقى موجوده. انا جبت 3 كيلو، دول 2 جبتهم من مكان الكيلو ب5 جنيه. تمام. وجبت من مكان تاني بس لسه بقى اما تطلع معايا في الاكياس هوريها لكم عشان عندي الحاجه على بعضها. طيب جبت كمان ايه، جبت خيار. انا لسه كنت جايبه خيار برضو امبارح، فقلت اجيب كمان كيلو عليه عشان الخيار اليومين دول حلو قوي قوي. بيرطب على القلب كده، وانا بحتاج صراحه خضار كتير علشان خاطر السلطه والحاجات دي. وباكله كمان كده عشان خاطر جوع اخر الليل. احنا في الشتاء بقى وبنجوع كتير، وعشان الرجيم وكده ما ينفعش اكل حاجه بالليل تقيله. فانا جبت كيلو، وزي ما اقول لكم انا عندي كيلو في التلاجة لسه جايباه امبارح. طيب جبت ايه كمان؟ انت رايح فين؟ ما هو هيقعد هنا خلاص، هو استقام يا السن. القط بيحب يشارك في كل حاجه ما شاء الله. بصوا جبت 2 كابوتشا. في عربيه كده بتقف عندنا بيبقى فيها الكابوتشا والخس اللي هو الكرنب الموف اللي هو بتاع السلطه، والفلفل الالوان والحاجات دي. فانا رحت مخصوص للمكان ده عشان اجيب الاتنين ب10 جنيه. كنت بجيبهم قبل التلاتة ب10 جنيه، بس كان حجمهم مش بيبقى كبير. فهو صراحة الاتنين ب10 جنيه حلو. وعشان تحافظي عليهم هوريكي في اخر الفيديو انا بعمل فيهم ايه، عشان انا بشيلهم في التلاجة عشان ما يبوظوش. انا باكله بعمله بديل للعيش. يعني مثلا لو في جبن او حاجه ممكن اغمس بالخس، او املى السندوتش نص رغيف خس مع جبنه وكده فتشبع. فالاتنين ب10 جنيه زي ما قلت لكم. طيب دي ربطة سريس، مش عارفة دي بكام وكده، هو اللي جايبها لي. هو لقيته بعتها لي الصبح عشان نحطها جنب الفطار. انا بحب السريس مع الطعمية، وبحب السريس مع الجبنة القديمة. روعة روعة. مش عارفة بقى انتوا في ناس يعرفوا السريس ولا لا، بس هو نوع من انواع الخضار زي الجرجير والفجل والحاجات دي، تاكل مع الجبن والفطار. ومع السمك المشوي يا سلام بيبقى روعة. فمعرفش زي ما قلت لكم بكام، لان بابا اللي جايبها لي. جبت الملوخيه. انا مفرزه ملوخيه، ووريكم انا فرزتها ازاي. بس انا شايلاها بقى ايه لوقت زنقه، يعني اكون مثلا مش فاضيه هقطف، مفيش مش موجود في السوق، لاني في الفتره دي مش بلاقي اصلا. جبت بقى النص كيلو ملوخيه ديت. هي عشان كانت اخر نص معاها ادتها لي بنص ب5 جنيه، انما هي كانت بتبيعها ب15 جنيه صراحه. فانا جبت نص كيلو بس ب5 جنيه. اوعى يا برنس الله يخليك. تعال تعال. هو عايز يتصور. بصوا جماله، بصوا جماله. بصوا وريهم جمالك، وريهم جمالك. بص يا برنس. هو عايز يشوف انا جايبه ايه، الحشره بقى والفضول. يلا روح خد يا همسه. بس خلاص عشان ايه مش عارفه اعمل منه حاجه. جبت ايه كمان، جبت استفندي. يعني انا ما بجيبش الفاكهه عامه. بس انا لقيته يعني شكله حلو كده وعجبني فجبت. هو كان معدي من تحت البيت، ما روحتش جبته من حته يعني. ده كيلو ونص ب10 جنيه. ده استفندي فلاحي، مش اللي هو المستورد اللي هو اللي بيتقال عليه كربنتينا حاجه زي كده. ده كيلو ونص ب10 جنيه. جبت ايه كمان، جبت بسله. الكيلو البسله ب15 جنيه والله، وكانت بتقول لي ب18 جنيه. يعني هي كانت بتقول لي الكيلو ب18 جبته ب15. مش فاهمه ليه يعني كيلو البسله يبقى ب18 جنيه، انا مش فاهمه ليه بصراحه. فانا جبت كيلو بس
حلو قوي يعني. انا ما فرزتش بسله صراحه لسه، وشكلها كده مش هفرز يعني. لو فضلت غاليه كده هجيب ناكل وقت ما هي موجوده، وبعد كده خلاص يحلها ربنا، ابقى اجيب كيسه وقت ما نعوز ناكل وخلاص. زحمه في الفريزر وهي غاليه فبلاها. فانا جبت كيلو بس بفصصها واسيبها في الفريزر في خلال الشهر، بعملها في خلال الشهر. جبت ايه كمان؟ جبت هوريكم، عشان الكيسه دي فيها كذا حاجه. عارفين، مش عارفه مين فيكم يعرف الجزر الاحمر ده؟ ده بقى واحنا صغيرين كنا بنجيبه من قدام المدارس، كانوا بيبقوا بيبيعوا الربطه كده اتنين مع بعض بنص جنيه، حاجه زي كده يعني، والله ما فاكره. بس كنا بنحبه. انا عيالي ما يعرفوش اصلا، ما يعرفوش ايه الجزر الاحمر ده، احنا بناكله كده، مش بيتعمل على اكل. واعرف ان في ناس بيعملوا بالجزر الاحمر ده مربى، بس هو بقى غالي يعني. الربطتين دولت ما يطلعوش يعني، ما يطلعوش 3 معالق مربى بيتهيألي لو اتعملوا. الربطتين دولت ب5 جنيه. هي كانت بتبيع ال3 ربطات ب10. ادتني الربطتين ب5، يعني ال4 ربطات ب10. انا جبت 2 بس، ان محدش يعرفه الا انا اصلا، ولا حد هياكله الا انا عارفه. وجبت كمان ايه، دي جبتها لبنتي بقى. ده البان في مكان كده انا بروحه عندنا، عند ال العباسي، عند البنزيون، وهي بتحب الحاجات اللي بتتباع هناك، فانا جبت لها واحده. دي علبه كده فيها البان، بتبقى اهو ده كله، ده اللبان، ده شكل اللبان اللي جوه. دي ب5 جنيه، في منها حجم اكبر بس انا جبت لها دي. تمام. جبت ايه كمان؟ جبت، مش انا بقول لكم ان انا جبت كمان كيلو طماطم من مكان تاني، ده كان باقي فلوس يعني. انا كنت بجيب من عنده حاجه وباقي الفلوس 5 جنيه، واقفين محتارين عليها، فجبت بيها كيلو طماطم. فده ب5 جنيه برضو زي اللي انا كنت جايباها. فجبت كيلو بس، يبقى انا كده عندي 3 كيلو طماطم للتلاجة، مش للطبيخ، عشان كده انا جايباها جامده. وجبت كمان كيلو فلفل الوان، شكلته بقى ايه، احمر واورنج واخضر اهوت واصفر. آه، بجيبه بقطعه واحطه في الفريزر. ده بالنسبه للخضار اللي ناقص في التلاجة او في الفريزر، لان انا عندي كده كده في الفريزر خضار. المكان اللي كنت فيه كمان لقيت ذره مشوي، اللي هم الفلاحين بيبقوا بيبيعوه في تشاط كده، مش عارفه هم شاويينه في البيت وجايبينه يعني، مش قاعدين بيشووه قدامنا يعني، فاهمين؟ دول التلاتة دول ب10 جنيه، 3 كواس دول ب10 جنيه. جبت كمان ايه، اللي كان ناقص بقى في التلاجة. انا جايبه لسه جبنه بيتا برضو ومفضياها في العلب، وجايبه، وعندي جبنه قريش، فانا كنت عايزه جبنه دبل او جبنه براميلي زي ما انتوا بتقولوا عليها. فانا جبت ربعين، الربعين ب50 جنيه. الربع الجبنه البراميلي ب25 جنيه. كيلو الجبنه البراميلي وصل 100 جنيه يا جماعه، اللهم صل على النبي يعني وبارك لنا فيه. فانا جبت ربعين، علشان خاطر لما بجيب نص على بعضه بيتهرى في العلبه، فانا بحطهم على علبتين، تخلص ربع اطلع التاني. طيب وجبت كمان ايه، انا كنت جايبه لسه جبنه فيتا ومفضياها، بس انا عندي جبنه الفيتا بنستهلكها كتير، فانا جبت كمان واحده. بصوا الجبنه دول اللي اتفتحت عليها، فانا جبت كمان واحده. آه، دي الجبنه بصوا بقى، الجبنه الضمطي دي، انا والله العظيم انا كنت بجيبها ب 12 جنيه. الحجم ده اللي هو النص كيلو ده ب 12 جنيه. تمام. غلت شويه بقى ب 16، غلت شويه وقلنا غاليه بقى ب20 شويه، وبقى ب22. انا اخر مره كنت جايباها كانت ب22، المره دي انا جايباها بكام، ب29، وفي اماكن بتبيعها ب30. ربنا يرحمنا برحمته الواسعه بجد. علبه جبنه زي دي بالله ممكن ما تقفلش معانا الاسبوع، ما تقفلش معانا الاسبوع، فطار وعشاء للولاد منها، وممكن اعمل بيها لو هحشي فطاير ولا حاجه، يبقى خلاص مش هتقعد الاسبوع اصلا، وب29 جنيه. الله المستعان. طيب جبت ايه كمان، جبت علبتين زبادي بلدي علشان عايزه اعمل بيهم حاجه حلوه للولاد. فجبت علبتين، اسمها الشفاء، العلبة ب4 جنيه. علبتين الزبادي دول ب8 جنيه. نعمله بقى في البيت، بس هو برضو اللبن غالي يعني، مش هنبقى وفرنا حاجة. اللبن البخير الكيلو ب22 جنيه، وعند الفلاحين تقريبا ب22 جنيه برضو. فالله المستعان، ربنا يعيننا يا رب. وزي ما قلت لكم، دي انا ماليش مشتريات شهريه ولا اسبوعيه، انا ليا بجيب نواقص خلصت من التلاجة او من البيت، ببقى عارفه هي ايه وبنزل اجيبها. فديت اللي نواقص اللي كانت فضلالي من الخضار فقط لا غير. خلاص بعد ما بجيب بقى المشتريات بتاعتي، بفضي كل حاجة في الباسكت بتاعها، اللي بيدخل التلاجة بيدخل، واللي بيتحط في ظرفة المطبخ بيتحط. فضيت بقى الطماطم في الباسكت بتاعها، وهقول لكم بقى بصوا انا بشيل ازاي الكابوتشا عشان ما تبصي. انا بجيب استرتش وبلفها فيه من غير ما اغسلها، ما ينفعش تغسليها، لو غسلتيها هتبوظ. اما تطلعي منها جزء اغسليه،
وبلفها كويس كده ان ما يبقاش باين منها جزء. الاسترتش بيحافظ عليها وبيخليها ما تتبلش بسرعه في التلاجة ولا حاجه. خدت بس جزء من ديت عشان هستعمله في السلطه دلوقتي، والباقي لفيته زي ما هو بالاسترتش. وكل مره باجي اقطع منها حته بكمل الباقي بلفه ببقيه الاسترتش كده، تقعد معاكي وقت اكتر وما يحصلهاش حاجه. كمان بقى الفلفل الالوان زي ما قلت لكم انا بشيله في الفريزر، لانه عمره قصير يا جماعه. ما بتحطوه في التلاجة بينهرى ويبوظ، حرام يعني. وبعدين ده الكيلو ب 15 جنيه، يعني مش رخيص. فانا عملت ايه، خليت بنتي غسلته لي كله، حطيته في الطبق هنا ومسكته بقى قطعته مكعبات، تقطعيه بقى شرايح، تقطعيه حلقات، على حسب استعمالك ليه. انا اغلب استعمالي للفلفل الالوان عامه لما بشيله في الفريزر بيبقى للشاورما. بحطه مع اللحمه لما باجي اعصجها. بحطه ساعات مع حشوه جبن كده لما باجي احشي فطاير. بينفع في الحشوات عامه. فزي ما انتم شايفين كده بقطع بقى واحاول اوزع في كل كيس كده انا هشيله من كل لون من الفلفل، علشان خاطر يبقى كل كيس كده واخد من الالوان كلها. وكمان حاولي كده تخلي الكيس وانت تيجي تشيليه في الفريزر مطبق، علشان خاطر لما تعوزي حته صغيره من الفلفل يا دوبك بسن السكينه كده بتروحي قطعاها بتطلع معاكي على طول، او تكسريها كده بايدك بتبقى سهله يعني. الفلفل مش من الحاجات اللي لما بتتلج بتبقى صعبة. اهو قطعته وعبيت كيسة، وهكمل بقى الباقي. وخلاص عبيته هو كمان في الكيسة. هشيل بقى الفلفل على طول ادخله الفريزر زي ما قلت لكم. والكابوتشا هحطها في باب التلاجة او في درج التلاجة بتاع الخضار، ما بيجرالهاش حاجة وبتقعد معاكي وقت كتير. بس خلاص هظبط بقى دنيتي واعين اقعد بقى اقطف الملوخيه مع نفسي. وكنت جايبه كمان من بره وانا جايه ازازتين خل، بس نسيت اوريهم لكم. انا كنت جايباه الازازه ب5 جنيه. اسمه ايه، اسمه نسيت. انا هطلعهم دلوقتي بس انا نسيت اسمه، مش عارفه اسمه الاندلس ولا ايه، حاجه زي كده. الماسة. جبت الواحدة ب5 جنيه، فجبت ازازتين لاني هعمل دورة غسيل للغسالة بعملها لها مرة في الشهر. باخد نص ازازة الخل ديت وافضيها في الغسالة واعمل دورة غسيل كاملة بمية سخنة، بتنضف قلب الغسالة من جوه بتبقى تمام. بعملها مرة في الشهر. فانا هاخد نص ازازة من دولت دلوقتي افضيهم في الازاز بتاعة الخل اللي انا حطاها في المطبخ بستعملها. والباقي بسيب الازازة مقفولة التانية زي ما هي، ونص الازازة اللي اتفتحت هعملها في الغسالة. انا جايبه ازاز للخل والزيت والحاجات دي. ديت اصلا ازايز خل تفاح، فانا استعملتها عشان ازازه عجبتني وكده. فبملاها خل واحطها في باب التلاجة في التربو بتاع المطبخ، مش باب التلاجة. والمقفوله بسيبها مقفوله متبرشمه زي ما هي عشان ما تنكبش ولا حاجه في الباسكت اللي انا مخصصاه لازايز الزيت والحاجات دي. بس خلاص ده كان يومنا بقى. جبنا شوية مشتريات على قد حالنا كده، مشينا بيهم دنيتنا. واللي تقدري توفري فيه وفري، والله يعيننا يا رب ويعينكم على الغلا اللي احنا فيه. بس خلاص انا بحبكم في الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع السلامة يا غاليين.